ليس مجرد تعبير مجازي بل واقع تحكيه حتى الصخور. نرحل بكم إلى ولاية الجلفة وقصة الحجر الذي حاكمته فرنسا بإعدام سنوي رميا بالرصاص. محاكمة صخرة وتقييدها بالسلاسل لمدة 35 سنة ورميها بالرصاص سنويا، حادثة غريبة لا يزال سكان ومؤرخو مدينة الجلفة يروونها. صخرة المباسيا التي أنزلت عليها هذه العقوبة من طرف الاستعمار الفرنسي تسببت في مقتل أحد الضباط إبان الفترة الاستعمارية. قصة هذه الحجرة اللي يسموها الحجر المباسيا في الحقيقة تعود إلى بداية تواجد الاحتلال الفرنسي وقدومه إلى المنطقة سنة 1852، حيث شرعت القوات الفرنسية في بناء برج بالجلفة، وتطلب هذا البرج جلب الحجارة من هذه الجبال المحيطة بهذه الصخرة. تدحرج جلمود صخر من على الجبل، سقطت على أحد الفرنسيين المشارك في الورشة هذه فقتلته في الحين. لذا انتقاما من هذه الصخرة عقد الجيش الفرنسي المتواجد في منطقة الجلفة عقدوا لها مجلس عسكري لمحاكمتها. المهتمون بالتاريخ الفرنسي اعتبروا أن ما حدث كان دليلا على بشاعة الاستعمار الفرنسي الذي لم يرحم حتى الصخر، وأيضا خطة من أجل تخويف الجزائريين. التعذيب لم يطل الجماد والنبات بل تعدى حتى إلى البشر، ووقعت مجازر رهيبة في ربوع الجزائر بكاملها. هي إذن صخرة ليست كباقي الصخور تحاكم وتعاقب كالبشر، إلا أنها ظلت شامخة في مدينة الجلفة لترويج الأجيال المتعاقبة عن مستعمر لا يعرف الرحمة.